2020 سنة الكورونا وانقلاب الموازين، السنة اللي خيم فيها شبح فيروس كورونا على كل العالم، بث الرعب بقلوب الكبار وأثار التساؤلات في رؤوس الصغار. فيروس كورونا كوفيد 19 فيروس غير كل نمط حياة، حبس الناس بدورها وزرع الخوف بقلوبها، لكن شمعة أمل ظهرت وحملت معها مواهب وأفكار من صغار السن حتى الكبار. من هاي الشمعة ومن هذا الأمل من ننطلق في رحلة التغلب على المرض. من الأيام وحالات الإصابات ما عم بتوقف، كل مالها بتزيد أكثر وأكثر. هون إحنا بكى على عاتقنا إنه نتبع التعليمات ونكون جدين بالوضع اللي إحنا هسه بنمر فيه عشان نرجع أسلوب وروتين حياتنا اللي قبل. بس ما تنسوا إنه أهم إشي بهاي الفترة إنه تحافظوا على صحتكم وصحة اللي حواليكم، ومثل ما أنتم شايفين الوضع ما بيسمح لنا نكون بعمل الأنشطة اللي كنا نكون فيها زمان، فعشان هيك صف العاشر ستي بحب إنه يقدم لكم بعض النصائح لكيف تقضوا وقتكم بطريقة اللي تستفيدوا منها وبطريقة اللي ما تشعروا فيها إنكم ضيعتوا وقتكم. لا شك أن جائحة كورونا جائحة سيحفظها التاريخ كالحرب والمجازر، لأنها قد أحدثت وغيرت الكثير، فقد شهدنا اختلافا كبيرا بين الماضي والحاضر، وعند قولنا اختلاف نعني الكثير، لأنه ليس اختلافا عاديا، فهو تحديدا سيخلد بعقولنا معنى الكورونا. قد أحدثت الكورونا تغيرات واختلافات من جوانب مختلفة، سواء كانت اجتماعية، نفسية، تعليمية، واقتصادية. بين الماضي والحاضر نرى أن الكورونا منعتنا من أشياء كثيرة كالسفرات، كحفلات الزفاف والتجمعات العائلية الترفيهية. أما عندما نتحدث عن حالة نفسية نرى أنها سببت لنا الكثير من الضغوطات والاضطرابات على عكس ما كنا نعيش في الماضي. والآن إليكم بعض التجارب. على الرغم من انه كنا انا وعائلتي منضبطين وملتزمين بالتعليمات اللي طلعت، الا انه هذا الفيروس انتقل لنا. تجربتي كانت مدتها تقريبا شهر. بهالشهر هذا كان في عندي ايام اللي فيها الاعراض كثير صعبه، وايام ثانيه اللي كان فيها الاعراض كثير خفيفه. انا كنت بحجر لحالي لاني انا كنت المصابه الوحيده بعائلتي، فالتزمت بالحجر بغرفتي لحالي لحتى ما اعدي اهلي. عشان صحتك، عشان صحة غيرك. رجاء التزم بتعليمات وزارة الصحة. باقي معكم صف العاشر ستة من مدرسة الأهلية عتيد أم الفحم، مع بعض بننشر التوعية للجميع، وشكرا لكم.